هاي أطيب وصفة دجاج ممكن تحضريها لو حابة تغيري عن الوصفات التقليدية. كتير سهلة وما بتاخد وقت أبدا. يلا نبدأ. عندي هون نص كيلو من صدور الدجاج مقطعين لقطع صغيرة مثل هيك. نضيف عليهم ملعقة كبيرة نشا، وملعقتين كبار صويا صوص، وربع ملعقة بيكنج صودا، وملعقة صغيرة ملح، وبنخلطهم سوا كتير منيح. بمقلاية على النار بضيف كمية من الزيت النباتي وبنزل الدجاج حبة حبة، وبتركهم ليتحمروا من تحت، وبعدها بقلبهم على الجهة التانية. وبس استوى الدجاج عندي برفعه من الزيت وببدأ بتحضير الصوص. بوعاء على النار بضيف 3 فصوص توم مهروسين، ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر، وبحركن شوي، وبعدها بضيف عليهم نص كوب صويا صوص ونص كوب مي بدوب فيه ملعقة كبيرة نشا وبنزله عليهم، وملعقة صغيرة فلفل أحمر حد، وآخر شي بضيف ربع كوب سكر، وبحركن ليتقل قوامهم بهالشكل. بنزل الدجاج على الصوص وبحرك، بضيف عليهم ملعقة من السمسم الني، وبرجع بخلطن. وبقدمهم مع الرز، وبزين بالبصل الأخضر والسمسم. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، وصحتين وهنا.